شتلاقي دبابات. اتعاملنا مع الدبابات، دمرنا الدبابات، الجنود نزلت تجري. بقى الاخ جلال رشاش بقى يصطادهم زي العصافير. طيب العريف اسماعيل مكاوي تقريبا كنت نفس السلاح ار بي جي. نفس السلاح الار بي جي. كلمنا عن شعورك كده لما طلعت وما لقيتش غير دبابات قدامك، وبعد ما عديت خط بارليف وعديت الساتر الترابي ده، كنت حاسس بايه؟ والله حياتنا من الاول ان احنا كنا بنتدرب من بدري على اليوم ده، وبنستنى اليوم ده، لان احنا كنا مشتاقين فعلا. منتظرين اليوم ده. احنا منتظرين. يعني حضرتك لما يكون طالب في جامعه وبذاكر، او طالب في ثانوي وبذاكر لاخر السنه ومستني يخش الامتحان عشان يشوف مجهوده، فاحنا كل وقتنا كان كله تدريب على نفس المعركه. ده بقى وقت الامتحان، خلاص احنا ذاكرنا واتدربنا، ده وقت الامتحان. ده وقت الامتحان، جه وقت الامتحان ونجحنا الحمد لله، والحمد لله رب العالمين. حققنا اكبر نصر في تاريخ مصر. الحمد لله الحمد لله. لما عبرنا وطلعنا من الستر الترابي ونزلنا سينا. سينا دي ما كناش شفناها خالص. احنا كنا يعني بنعبر بالليل ايام الاستنزاف. في الاستنزاف كنا بنخش سينا، بس ما نعرفش ايه معالم سينا، وما نعرفش ايه اللي في سينا. لكن تعالى اما ننزل من الستر يوم العبور، وننزل من الستر الترابي ودخلنا سينا، حضناها سينا وبصنا لترابها. الله. فاحنا كان قدامنا مسافه يعني بيننا وبين طبعا احنا مهما اتكلمنا ومهما قلنا احنا مش هنقدر نوصل لنفس شعوركم اللي انتوا كنتوا. لا الشعور لا يعني ملاش حدود، لان من فرحتنا حتى احنا نسينا. يعني احنا داخلين يعني من فرحتنا بالارض وبرد سينا لنا ارضنا وشرفنا وعرضنا اللي احفادنا النهارده بنفتخر بيه، مرتاحين، اولادنا مرتاحين الحمد لله رب العالمين. فاجئتنا الدبابات بقى بتاع العدو. احنا ظاهر قدامنا اهو. فلما فاجئتنا الدبابات، نصر كبير وحاجه جميله قوي اللي احنا الحمد لله رب العالمين. كان قدامنا المصطبه دي، فكان المصطبه دي المفروض هم يعني يركبوها. لو ركبوها مش هنعرف نخش سين. طيب احنا هنخرج فاصل دلوقتي.